يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. حماس هو الذي مكن 40 منهم أن يقضوا على 2000 من عسكر بني أمية. حماس صادق، جهاد في سبيل عقائدهم. انتبهوا، بعض الناس لا يستطيع أن يفرق بين صحة الفكرة في ذاتها وبين صحتها ببرهان ماذا؟ حماس أصحابها. إذا رأوا ناسا تحمسوا لفكرة تحمسا شديدا حتى سفكوا دماءهم سخية عن سماح ورضا في سبيلها، وهل وظن أنهم مخلصون وأن الفكرة لابد أن تكون فكرة حق وصدق. خطأ، هذا ملبوس عليه، لابد أن يستيقظ. لماذا؟ لأن الملاحدة الفاشيين الشيوعيين جميعا ماتوا في سبيل أفكار، أليس كذلك؟ سجنوا وعذبوا وقطعوا إرضا في سبيل أفكارهم. وما كانت الشيوعية يوما بحق ولا الفاشية بصدق. هؤلاء ملبوس عليهم؟ لا، الفكرة في ذاتها لها معايير تعير بها، غير حماس أصحابها لها. وفي ذلك فيما ذكرت لكم قال قائلهم، قال شاعرهم: ألف مؤمن فيما زعمتم ويغلبهم بآسك 40. يفتخر، لكنكم على باطل أيها 40 على باطل. وقتلكم مجرم وقتلكم جريمة لا شهادة. هكذا ينبغي أن نكون واضحين أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة والأخوات، علينا جميعا أن ندرك أن دور الأمة لا يمكن أن يلغيه تفسير جبري أو تفسير قدري لم نحسن لا وصفه وتصويره ولا فهمه والنزول عليه.